ليه الجدة دايما بتعامل ولاد بنتها احسن ما بتعامل ولاد ابنها؟ وليه الاطفال دايما بتميل لاهل الام اكتر من اهل الاب؟ ومش الام السبب على فكرة، لان في ناس كتير جدا معتقدة ان الام هي السبب، وهي اللي بتكره اولادها في جدتهم وجدهم واعمامهم وعماتهم، لكن ده مش حقيقي. هنلاقي ان معظم الجدات بتهتم جدا بولاد بنتها لما بيروحوا لها، بتجيب لهم احسن حاجة وتعمل لهم احسن اكل وتعاملهم احسن معاملة، ولو في مقدرتها كمان انها تجيب لهم هدايا ولبس والعاب هتعمل كده. ولكن الموضوع مختلف شوية مع ولاد ابنها. هتيجي تقولك انا زودهم ماديا ليه واجيب لهم حاجات والمصروف ده هيعود على امهم اللي هي مرات ابنها. انا لما اجيب لولادها لبس او اي حاجة انا كده بوفر لها والفلوس دي هي اللي هتاخدها. لا بقى، هم يجيبوا لولادهم اولى، ولكن ما بيبقاش عندها اي مشكلة ان الموضوع ده يحصل مع بنتها وبنتها توفر وتاخد الفلوس دي تجيب حاجة لنفسها. ده غير انها لما بتيجي تحب اولاد ابنها بتقيس الحب ده من منطلق حبها لمرات ابنها. يعني لو هي بتحب مرات ابنها هنلاقيها بتحب ولادها جدا وبتدلعهم وما عندهاش اي مشكلة. ولكن بقى لو مش بتحب مرات ابنها فده هينعكس على احفادها، دايما هتنتقد تصرفات احفادها علشان تطلع ان مرات ابنها دي فاشلة وما عرفتش تربي ولا حتى مهتمة بعيالها. وكل النقد المتوجه ليهم ده في الحقيقة هو متوجه لمرات ابنها، ولكن للأسف بيجي فيهم هم. وهنا بقى هننقل لنقطة مهمة جدا، ان الاطفال بيحسوا بكل ده، بيحسوا بالحب والحنان والاهتمام والمعاملة الكويسة، وبيزعلوا جدا من الانتقاد والقساوة. عشان كده هنلاقي ان الجدة من ناحية الام بتزعق لبنتها لو عملت لحفيدها اي حاجة، ودايما بتقول لها مالكيش دعوة بيه، ده احسن واحد في الدنيا. هنلاقيها بتدلعه ودايما تقول له انت حبيبي، انت روح قلبي، انت الغالي، وبتبقى نفسها فعلا تشوفه احسن واحد في الدنيا. الاطفال بقى بيحسوا بكل ده وبيحسوا بفرق المعاملة دي، وخاصة بقى لو كلهم متجمعين مع بعض. عشان كده هنلاقيهم بيحبوا يروحوا دايما لاهل امهم وبيبقوا واخدين جنب شوية من اهل الاب. عشان كده رسالتي لكل جدة، ما تفرقيش بين احفادك في اي حاجة، لانهم بيحسوا وبيفهموا كويس جدا. ولو بتعملي مشاكل باستمرار مع امهم فهم طبيعي ياخدوا صف امهم ويزعلوا عليها. عاملي ولاد ابنك زي ما بتعاملي ولاد بنتك بالظبط، نفس الحب ونفس الحنان ونفس العطاء. ما تبقيش بتحبي الخير لولاد بنتك وعايزاهم احسن الناس عشان كل الناس تشاور على بنتك وتقول عرفت تربي، وتتمني لولاد ابنك انهم يفشلوا عشان كل الناس يشاوروا على مرات ابنك ويقولوا عليها فاشله وما عرفتش تربي، لمجرد بس انك بتكرهيها وعايزه تشمتي فيها. ما تدخليش احفادك في الخلافات دي، هم مالهمش اي ذنب. لميهم حواليكي احسن، انت الكسبانه، لان مفيش اي قوه في الدنيا هتقدر تمنع احفادك عنك لو هم لقوا منك الحب والاهتمام. هتلاقيهم دايما بيجروا عليكي وعايزين يقعدوا معاكي لو انت فعلا بتحبيهم، لو حس انك فعلا بتحبيه ومش بتعاقبيه على كرهك لامه وحطاه في نص المشاكل، لو حس انك بتطمنيه مش بتضغطي عليه وتديله في اوامر وتستجوبيه. وانا هنا مش بعمم خالص، لاني مش معنى كده ان كل الجدات من ناحيه الام كويسين وكل الجدات من ناحيه الاب مش كويسين. لا، اوقات كتير جدا بنلاقي العكس، بنلاقي ان الجده من ناحيه الام قاسيه وغبيه قوي على احفادها، والجدات من ناحيه الاب حنينه جدا على احفادها وما بتفرقش في المعامله بينهم وبين اولاد بنتها. وبنلاقي ان احفادها فعلا بيحبوها وبيحبوا يقعدوا عندها، لان الاطفال دايما بتميل للمكان اللي فيه الامان. ممكن انت تكوني بتحبي احفادك جدا ولكن كرهك لمرات ابنك بينعكس عليهم وبيحسسهم ان انت مش بتحبيهم، فخلي بالك من النقطه دي.